السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. اليوم هشتغل معاكم وصفة شوربة السي فود. هنعملها مع بعض بطريقة كتير سهلة وبسيطة. تابعوني بالفيديو وشوفوا كيف، وحتشوفوا النتيجة تحفة. نبدأ مع بعض. بسم الله. أول إشي أنواع السمك اللي بحتاجها: جمبري وفيليه مقطع وكاليماري مقطع. مهم جدا جدا إني أغسلهم بمية وطحين واصفيهم وانشفهم. بحتاج توم مهروس، بصل مقطع، زنجبيل مبشور، وانواع البهارات حنحكي فيها. طنجرة على النار، بضيف شوية زيت وبضيف البصل وبقلبه، بضيف التوم وبقلبه، والزنجبيل. اول اشي بضيف الجمبري بقلبه، حتلاحظوا انه لونه اتغير لاورنج. طبعا كل نوع سمك بيحتاج وقت مختلف عن التاني في الاستواء، لهيك بضيفهم مش كلهم مع بعض. بضيف الكاليماري وبقلبه، وبالنهاية بضيف الفيليه. بغمرهم بمية سخنة والبهارات اللي بدي اضيفها: فلفل ابيض، طبعا ممكن تضيفي فلفل اسود، بهارات السمك، كمون، كزبرة، وهيل. طبعا منساش الملح. بعد ما تغلي بغطيها وبتركها على نار هادية 10 دقايق بس، بتكون هيك جهزت وبقدمها. شايفين ما أسهلها وما أبسطها؟ حياكم الله.